بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أمولة من قناة إبداعات ماما مها وأمولة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم السير الروماني. السير الروماني ده بينفع ليد شنطة او للظهر. انا بعمله في الشنطة المدورة او اي شنطة انا بستخدمها، بعملها للكتف كده، بتبقى شكلها حلو قوي وغرزة سهلة وبسيطة. انا شغالة بيه اغلب الوقت، يعني الشنط وكده. عايزة اعمله معاكم النهاردة ان شاء الله. هو ده شكله بيبقى حلو قوي، ويعني بيبقى شكله شيك جدا، وهو ملبوس على الشنطة حلو قوي، يعني بيعادل الجلد. لو انتي مش حابة ان انتي تحطي جلد او سلسلة في الشنطة، فبتحطي لها سر خيط كده منها فيها. النهاردة ان شاء الله هعملها معاكم. انا هعملها بخيط كليم. انتي ممكن لو بتعملي شنطة بأي خيط ممكن تعملي عادي السير الروماني ده. انا هبدأ معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعمل عقدة البداية كده زي ما انتوا شايفين. هعمل غرزتين سلسلة، 2 سلسلة اهو. هدخل في اول غرزة زي ما انتوا شايفين كده، هسحب الخيط وهعمل غرزة حشو، بس مش هكملها للاخر. المفروض غرزة الحشو بقفل كده عليها، بس انا لا، مش هسحب للاخر. هخرج كده من اول غرزة، يبقى معايا حلقتين على الابرة. هسحب الخيط تاني وهقفل عليهم بغرزة اهو زي ما انتوا شايفين كده. هعملها تاني معاكم. بعمل غرزة البداية كده، الحلقة اللي هي بتاعة البداية، وبعمل 2 غرزة سلسلة، وبدخل في اول غرزة بعمل غرزة حشو، بس مش بكملها للاخر، مش بقفل بالحلقتين كده مرة واحدة، لا، بخرج من غرزة واحدة بس، وبسيب حلقتين على الابرة وبقفل عليهم بغرزة زي ما انتوا شايفين كده. اتكون عندي هنا الحلقة اللي هي دي كده في الجنب. بصوا اهو، دي بداية اول غرزة. في هنا حلقة اتكونت في الجنب هنا اهي. بعمل ايه؟ بدخل فيها كده بالابرة تحتها كده، تحت الحلقة اللي هي في الجنب، وبسحب الخيط كده زي ما انتوا شايفين، يبقى معايا حلقتين على الابرة، بقفل عليهم بغرزة اهو. بعمل ايه؟ بلف الشغل تاني. انا المفروض اهو الخيط قدامي زي ما انتوا شايفين، باجي كده على الجنب بلاقي هنا حلقتين تانيين اتكونوا، بدخل تاني بالابرة تحت الحلقتين دول اهو، وبسحب الخيط وبخرج، بقى معايا حلقتين على الابرة، بقفل عليهم بغرزة. تمام. اتكون عندي برضو هنا حلقتين في الجنب، بلف كده الشغل كده وبدخل كده تاني تحت الحلقتين، بسحب الخيط وبخرج كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى معايا حلقتين على الابرة، بقفل عليهم بغرزة. كل ما بقفل حلقتين بيتكون معايا في الجنب هنا غرزتين كده زي ما انتوا شايفين. هي هنا بدأت تتكون معايا اهو، بدأ يكون معايا الغرزة. هدخل تاني تحت الحلقتين دول اهو كده زي ما انتوا شايفين، بسحب الخيط وبخرج اهو، بتكون معايا حلقتين، بسحب الخيط وبخرج بقفل عليهم، وبلاقي هنا برضو الحلقتين تاني اتكونوا. بدخل تاني بلف الخيط كده وادخل اهو تحت الحلقتين واسحب، يبقى معايا انا حلقتين برضو على الابرة، بقفل عليهم بغرزة. كل ما بقفل كل ما بيتكون معايا هنا في الجنب حلقتين كده، بدخل تحت الخيط وبسحب غرزة. ما بخرجش طبعا من الغرزة اللي هي على الابرة اهو، بيتكون عندي حلقتين، بقفل عليهم غرزة، بيكون هنا عندي بصوا حلقتين كده دول. بلف كده ايدي وبدخل تاني كده بالابرة من الجنب كده، وبخرج بغرزة، مش بكملها برضو للاخر، يبقى معايا حلقتين بسحب وبقفل عليهم اهو. بدأ ان هو يتكون معايا السير الروماني من الجنبين شبه بعض. شكله حلو قوي بصراحة، ويعني بيبقى شياكة قوي في الشنط. اي شنطة بتعمليها تضيفي فيها السير ده بيبقى شكله حلو، سواء هتعمليها باك للظهر او هتعمليها للكتف. ده بيبقى شكله حلو قوي من الجنبين شبه بعض.
ما بيبقاش يعني مختلف الغرز عن بعضها، بيبقى شكله كده. طيب هكمل معاكم. يبقى انا بيتكون عندي هنا حلقتين اهو، بدخل تحت الحلقتين دول بالإبرة، احاول اوضح لكم شوية، وبسحب الخيط وبخرج اهوت الحلقتين. بصوا بيتكونوا معايا هنا، بقفل عليهم بحلقة بالغرزة، بدخل تاني تحت الحلقتين في الجنب وبسحب الخيط اهو، وبقفل عليهم بغرزة. اتكون عندي تاني حلقتين في الجنب، بلف ايدي كده وبدخل بالإبرة واخرج واقفل عليهم بغرزة. كل ما بقفل بغرزة بيتكون هنا عندي حلقتين في الجنب، بدخل بالإبرة تحتها كده واسحب واقفل عليهم بالغرزة بتاعتي اهو. كل ما بقفل الحلقة بيتكون لي هنا على الجنب حلقتين تانيين، كل ما بقفل بيتكون عندي حلقتين تانيين اهو. ادخل واسحب كده يبقى عندي حلقتين، اقفل عليهم بغرزة، تكون عندي اتنين اهو في الجنب. بلف ايدي كده، بلف السير كده زي ما انتم شايفين، وادخل كده واسحب واخرج بحلقتين واقفل عليهم زي ما انتم شايفين كده. بفضل شغالة بنفس النمط ده اهو. ده شكل السير الروماني اهو. بدخل واسحب معايا حلقتين اقفل عليهم، الف ايدي وادخل تحت الحلقتين واقفل اهو. كل ما بقفل على غرزتين بيتكون عندي حلقتين على الجنب هنا اهو. الحلقتين دول هما دولت اللي انا بدخل تحتهم، ادخل اسحب الخيط على الابرة يبقى معايا اتنين، اقفل عليهم بغرزة. انا معايا هنا غرزة، عايزة اجيب الغرزة التانية، بدخل تحت الحلقتين دول اسحب الخيط واسحب، يبقى معايا مش بقفل طبعا، لو قفلت معايا برجع تاني اهو. معايا حلقتين بسحب واقفل عليهم بغرزة، بيتكون هنا حلقتين في الجنب. الف ايدي كده وادخل تحت الحلقتين اهو واقفل عليهم بغرزة. طول ما انا ماشية شغالة كده بشتغل بنفس النمط ده. ادخل في الحلقتين دول اسحب، معايا حلقة على الابرة، ادخل اسحب كمان حلقة يبقى معايا كمان اتنين، اقفل عليهم بغرزة اهو. بفضل ماشية زي الطول المناسب ليا او باي طول انا عايزاه، سواء انا هعمل يدين او يد واحدة زي ما انتم شايفين كده. بفضل ماشية كده لغاية الطول المناسب. وده شكل السير الروماني. حبيت انها تكون حلقة خفيفة كده على قلبكم النهاردة. ده طريقة عمل السير الروماني، يا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش ان شاء الله تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.